أبهر المتتبعين وجعل عشاق الكرة بما فيهم كبار الأندية الأوروبية كريال مدريد وميلان يسعون للتعاقد معه منذ الآن، فيما يجمع الفرنسيون على أنه زيدان المستقبل. الجزيرة الرياضية كانت القناة الوحيدة التي سمح لها أهل الطفل مدين كاروغلي بتصوير ابنهم. نتابع نجم المستقبل مع مراسلنا في فرنسا هناك محمد الوضاحي. الاسم مدين، اللقب كاروغلي، العمر 7 سنوات، والهواية ما تشاهدون ومن دون تعليق. مدين أبهر المتتبعين بفنياته وتقنياته الكروية العالية وهو طفل، يفعل ما يعجز كبار المحترفين أحيانا على فعله. مع أقرانه يبدع كرويا، والفرق يبدو واضحا بين الجميع وبينه. هذه الفنيات وهذه المواهب جعلت أكبر الأندية الأوروبية من ميلان الإيطالي إلى ريال مدريد الإسباني يتهافتون عليه من الآن، ويريدون الظفر ربما بنجم العالم مستقبلا. ولكن للأهلي كلام آخر. إنني آخذ الأمور بالبساطة الممكنة، وحتى أكون صادقة معكم فإنني لا أتصفح حتى مواقع الإنترنت، ولا أعرف ما يقال عن ميديان. زوجي أراني مرة ما ينشر، لكنني عموما لا أعير اهتماما كبيرا للموضوع. مواهب مدين تفتقت منذ سن الثالثة أمام دهشة والده محمد، الذي ساهم بقوة في صقل موهبة ابنه الطفل حتى الآن، ويرفض استباق الأحداث ويفضل إمهال ابنه السنوات اللازمة على الأقل ليعيش طفولته كما يريد وكما أقرنه. مدين يعرف جيدا ماذا يريد أن يصبح مستقبلا وعلى خطى من سيسير. لقد تعلمت هذا بفضل التدريبات برفقة والدي. الصدفة صنعت أن يكون زين الدين زيدان وأهل مدين من المنطقة ذاتها في الجزائر، ما تعتبره جدتا الطفل فأل خير للمستقبل. إن شاء الله يكون إن شاء الله كما زيدان، أنا نسمي له زيدان، نقول له جامي يقولوا بعد مدين مثلا زيدان يفرح نقول له هذا. حبيت يخرج كي زيدان. مدين على أي حال خجول، ولكنه بين أهله طفل بأتم معنى الكلمة، وما زال لم يعي بعد ما تحمله قدماه من فنيات جعلت أعرق الأندية في القارة العجوز تسعى من الآن لحجزه، وهو أمر ترفضه العائلة كما ترفض أي ترويج إعلامي لطفلها، وأكدت أنها سمحت للجزيرة الرياضية استثنائيا بالاطلاع وتصوير فنيات ربما زيدان المستقبل. في هذه اللحظات ربما أكون قد دخلت التاريخ برفقة مدين الذي سيكون ربما أحد نجوم العالم في كرة القدم، والأندية الأوروبية بدأت تتهافت عليه منذ الآن وهو في 7 من العمر. محمد الوضاحي، الجزيرة الرياضية من مدينة روبي شمال فرنسا.